السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من وراء الشاشات. اليوم عندنا رحلة الصعود إلى قمة الجبل. هذه الرحلة تكون قصيرة أو طويلة، يعني في هذه الرحلة نحن راح نعبر واديين أو 3 أودية. هذه الرحلة إذا تبغون نسوي رحلات أكثر وأكثر اكتبوا في التعليقات. يلا نبدأ الرحلة. طبعا جهزنا كل الأغراض جهزنا، بنسوي شاهي وكل شيء. شوفوا يا شباب، فاكهة البوت ما تثمر إلا في سلطنة عمان بالجبل الأخضر، ما تثمر إلا في دولة سلطنة عمان. سبحان الله، يعني هذا المكان الوحيد اللي تثمر فيه شجرة البوت. الآن يا شباب نزلنا من القمة إلى الوادي. الآن عبرنا الوادي الأول، يلا بنصعد. يلا باقي وادي واحد ونوصل إلى القمة، يعني ما نوصل إلى القمة، نوصل قريبين من القمة، يعني قدام الجبل. باقي شوية يا شباب. الناس يحط لايك. الاشتراك مهم يا شباب، اشتركوا يا شباب. طلعنا من الوادي يا شباب، الحين مكملين. شوفوا يا شباب المنظر جماله، قولوا لي رأيكم في المنظر هذا. والله تعب يا شباب، تعب. يلا يا شباب متوجهين للوادي الثاني، هذا هو الجبل راح نصعده. هذا هو الجبل، راح احط لكم دايرة عليه. هذا هو الوادي الثاني مثل ما تشوفوا. شوفوا يا شباب بوت كمية كبيرة. باقي شوية ونكمل الوادي الثاني. هذا هو الوادي. شوفوا يعني المناظر، أحلى مناظر في العالم. يلا مكملين يا شباب لحد ما نوصل إلى قمة الجبل. طبعا الجبل الصغير، ما لنا ذاك الحجم الرهيب تقول واو. طبعا لازم نمشي بالشارع هذا. شوفوا هذه الشباب، كملين يا شباب. اشتركوا يا شباب، اشتركوا، أهم شيء الاشتراك. 99 مو مشتركين في القناة، 99% مشتركين. شوفوا يا شباب هذا هو الجبل الحين رايحين له. شوفوا يا شباب المناظر، مناظر تستحق تصوير. شوفوا جمال المناظر. يلا يا شباب بدينا نصعد الجبل. والله تعب يا شباب. هذه أول رحلة في القناة، إن شاء الله في رحلات كثيرة. يلا باقي شوية. شوف المناظر يا شباب. طبعا هذه قرية وادي مني حبيب في الجبل الأخضر. كملين يا شباب، والله تعب يا شباب.
قربنا يا شباب، قربنا. اوف اوف يا ساتر. طب يا شباب بقي شوية يا شباب نوصل للقمة. يلا يا شباب أخيرا وصلنا للقمة. هي القمة شباب. شوف طبعا هذا راس جبل أكبر من هذا، وتعب يا شباب تعب. يلا بنسوي الشاي. يلا يا شباب بنسوي الشاي. هذه الطباخة أو الفرن ما تشوفوا باينة في الكاميرا صح؟ أنا نطلعها. هذا الغاز خلنا نحطه هنا باين في الكاميرا. اوكي شكله باين. يلا خلنا نركب هذه شباب. يلا افتحها. والله شمس قوية يا شباب. باين في الكاميرا. فتحنا يا شباب. ركبه. اوه يا شباب ايش صار؟ ما اسمع زين. تأكد انه زين. ايوه نحط هذا هنا. الآن نجهز الشاهي. ايوه هذا الوريد. هذا الماء نسوي ماء. أظن هذا يكفي لكننا بنزيد يا شباب. شاهي على هذه المناظر الجميلة. وادي بني حبيب بالجبل الأخضر. أنصح مكان السياحة خصوصا في الصيف. صح نسيت الشاي يا شباب والأغراض طبعا يا شباب نسوي شاي حليب. ناخذ الأغراض ولا يا شباب خلينا نشعل هذه. اوكي اشتغل. ايش صار في هواء قوي شكله.
ما ننتظر يجهز الشاي. شوفوا يا شباب شاي على هذه المناظر الجميلة بالجبل الأخضر، الشمس تغرب. يلا يا شباب بدنا نحط المكونات. يلا سكر كل شيء. نجيب الحليب. يلا يا شباب الحليب. كافي كذا. حبة أيوه يا سلام. شوفوا يا شباب الشاي ما شاء الله على هذه المناظر الجميلة. طبعا يا شباب على بال ما يستوي الشاي خلني أحدثكم عن الجبل الأخضر. مو الموجود في الجبل الأخضر. الجبل الأخضر حاليا هو أكثر مزار سياحي في الصيف، أكثر مكان يعني الطقس معتدل، كل شي فيه حلو. عنا أعرف كيف أوصف لكم. أنا من سكان الجبل الأخضر وعايش في وادي بني حبيب، والعيشة يعني أحسن من أي مكان في عمان. كان أول شيء في الصيف الحرارة معتدلة، يعني ما يعني كيف أشرح لكم، أجواء طيبة بالمختصر في الشتاء وفي الحر. يلا يا شباب جهز الشاي. جهز يا شباب جهز. الأشياء ذي. شوفوا يا شباب شاهي على هذه المناظر. يا سلام. يلا بالعافية عليك. ومع السلامة يا شباب. هذا كان فلوقنا الحلو الطيب القصير، يعني 12 دقيقة وشوية، يعني فلوق بسيط صغير عن الجبل الأخضر إيش فيه، قرية وادي بني حبيب والرياضة في نفس الوقت يعني.